بلا شك أن صناعة الأقمار الصناعية هي قمة الصناعة الميكانيكية والرقمية اللي قدرت البشرية توصل لها، والدول العظمى كلها كتسابق باش تسيطر على هذا النوع من الصناعات. وبالنسبة لنا كمغاربة، مسألة أننا شي نهار نصنعوا الأقمار الصناعية ونرسلوها للفضاء كان بمثابة حلم بعيد المنال، لكن اليوم الحلم تحقق ورجع واقع. فالأول مرة في تاريخ المغرب كننجحوا في تصنيع أقمار صناعية نانومترية مغربية الصنع، تصنعت عندنا في بلادنا وبأيادي وكفاءات مغربية. هاد الأقمار الصناعية هي قمر او ام 5 يوسات وقمر او ام 5 سات رباط، واللي تم تطويرهم وتصنيعهم بواسطة مركز التكنولوجيا الفضائية المغربي التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط. هنا بزاف منكم غيستصغروا تصنيع هاد الأقمار وغيقولوا ممكن بهرجة إعلامية فقط، لكن على العكس هاد الأقمار اللي تصنعت في بلادنا ناجحة مليون في المية وقيمتها مهمة أكثر ما كتصوروا. واللي كيثبت هذا الشيء هو أننا بمجرد تصنيع تم إرسالهم في رحلة ناجحة للفضاء بواسطة صاروخ مكوكي تابع لشركة الفضاء العملاقة سبايس إكس المملوكة لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك. هذا الشيء كيعني أن الأقمار اللي صنعوها المغاربة بيديهم في المدار ديالها حاليا وكدير المهمة اللي تصنعت على قبلها، وهي المراقبة والاستطلاع وتوفير المعلومات. خبر بحال هذا ما خداش حقه، فعدد الدول اللي كتقدر تصنع أقمارها الصناعية وترسلهم للفضاء قليل بزاف. بل حتى أن تصنيع هاد الأقمار عالميا كيدخل ضمن الأسرار التصنيعية، وصعب لأي دولة تدخل لهذا المجال الصناعي أو تحصل على الأسرار التكنولوجية الخاصة به. اليوم في هذا الفيديو غنقدموا لكم كاع المعلومات على اول اقمار صناعيه تصنعت في المغرب، شنو القيمه ديالها وفاش غنستعملوها، واش عندها مهمات او وظائف عسكريه، وواش هاد الاقمار غتكون بدايه لعصر جديد غتعيشوا الصناعه المغربيه فين غنشهدوا مصانع مغربيه لتصنيع اقمار صناعيه بكل انواعها. غنجاوبوا على كل هاد الاسئله واسئله اخرى، وغنقدموا بزاف د المعلومات والمعطيات اللي ممكن تسمعهم لاول مره. لهذا الشيء خليكم متبعين معنا مزيان. معكم خوكم محمد سليم. لو امكن اشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات، دعمونا قدر الامكان كيف ديما، وعلى بركه الله نكملوا الموضوع. من بعد قمر زرقاء اليمامة اللي تم إطلاقه سنة 2001 والقمرين الصناعيين محمد السادس ألف وباء اللي تم إرسالهم في سنة 2018، اليوم لأول مرة في تاريخ المغرب كيتم تصنيع أقمار صناعية بأيادي مغربية من بعد 3 سنوات من الجهد والعمل والتطوير. وهذه الأرقام تم إطلاقها للفضاء بواسطة العملاق الأمريكي سبيس إكس المملوك لإيلون ماسك على متن صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاند بريك المتواجدة بولاية كاليفورنيا. الأقمار الصناعية اللي تم تصنيعها بمركز التكنولوجيا الفضائي التابع لجامعة محمد الخامس هي أقمار نانومترية، بمعنى أقمار صناعية صغيرة بزاف، وغيقوم المغرب باستعمالها في مراقبة كوكب الأرض والاستطلاع والاتصالات وتحديد مواقع الطائرات والسفن وجمع البيانات. المهم هاد الأقمار الاصطناعية الصغيرة بصفة عامة كيتسموا النانو ساتولايتس، وكيتم اعتبارها جزء مهم في الثورة التكنولوجية الفضائية الجديدة اللي توجهت لها البشرية. فحاليا بدل من إطلاق أقمار صناعية ضخمة وبمجهود كبير وبميزانية مالية عملاقة، فالأحسن إطلاق أقمار صناعية صغيرة، ومع التطور التكنولوجي فهي غتقوم بنفس المهمات والوظائف وغتقام على الدول بكلفة قل بزاف من الأقمار الضخمة. فمثلا هاد الأقمار اللي حجمها كيكون صغير بزاف والوزن ديالها كيتراوح بعشرات الكيلوغرامات فقط، قادرين يوفروا خدمات مهمة بحال مراقبة الأرض والاتصالات وحتى الأبحاث العلمية وحتى الاستطلاع العسكري. بمعنى أن هاد الأقمار قادرين يديروا كل الوظائف والمهمات وبكلفة قليلة بزاف مقارنة مع الأقمار الصناعية الضخمة. وهذا الأمر كيحل مشاكل كبيرة في مجال صناعة الفضاء. وكمثال على هذا الشيء، المغرب نهار فكر يطلق الأقمار الصناعية محمد السادس ألف وباء، احتاج رحلة مكوكية من غويانا الفرنسية نقل لهاد الأقمار، وبكلفة إجمالية بين التصنيع والنقل بلغت نصف مليار دولار. أما اليوم فأقمار او ام 5 تلقت بواسطة مكوك سبيس إكس وبتكلفة قليلة، والسبب أن شركة سبيس إكس كتنقل في كل رحلة العشرات من الأقمار الصناعية الصغيرة، والشراكة معاها عطات مكان للأقمار المغربية بثمن قليل بزاف، وماشي حجزات الرحلة كاملة كيف كيوقع مع الأقمار الصناعية الكبيرة، وهكذا تكلفتها كتكون كبيرة. المهم تصنيع المغرب لهاد الأقمار وإرسالها للفضاء
كيبين أن بلادنا بدات كتحرك بشكل جدي في مجال الفضاء والصناعات الفضائية، والأكيد أن المغرب عنده فرصة كبيرة للتطور في هذا المجال، حيث حقيقة تصنيعنا الأقمر OM5 كتبين أن البلاد عندها القدرة باش تصنع وتطور تكنولوجيا فضائية وبموارد محلية وصناعة وطنية مغربية. وباش نقربكم من أهمية هذا الأمر، لو بلادنا قدرت تدخل لمجال صناعة الأقمار الصناعية النانومترية، فالمغرب غيمكن ليه يدير استثمارات استراتيجية وغيدمر راسو بلاصة كلاعب جديد في مجال التكنولوجيا الفضائية على المستوى الإقليمي وأيضا الدولي. وغير الإشارة، صناعة الأقمار الصناعية كتدخل في إطار الصناعات القومية والاستراتيجية، لهذا السبب كاين تحفظ كبير على نقل التكنولوجيا العلمية والأسرار التصنيعية الخاصة بها. وبما أن المغرب قدر يدير هذه الخطوة في مجال اللي الدول العظمى كتنافس وكتسابق على الفرص اللي فيه، فبلادنا خصها تكمل في هذا التوجه، وأيضا تستثمر في التعاون مع شركات عالمية بحال سبيس إكس، وكذلك دير استثمارات قد ما قدرت في التعليم والبحث العلمي، حيث هذاك هو السبيل الوحيد باش تقدر تواكب هذه الصناعة اللي كتعرف نمو سريع، وأيضا معدل الابتكارات فيها كبير وكبير بزاف. ولمعلوماتكم، السوق الدولية ديال الأقمار الصناعية الصغيرة كيتضاعف الحجم ديالو بسرعة كبيرة. في 2022 حجم السوق ديال صناعة الفضاء بلغ حوالي 424 مليار دولار، وحسب التوقعات فغيتجاوز 1 تريليون دولار في سنة 2040. وهذا الشيء كيعني أن الأقمار النانومترية غادي تلعب دور كبير في مستقبل البشرية، وبما أننا قدرنا نصنعوا جوج الأقمار منها، فعلاش لا نوضعوا جهدنا وطاقتنا في تسخير هذه الصناعة وتطويرها محليا حتى تولي جزء من هويتنا التصنيعية، كيف وقع مع صناعة السيارات. إجمالا، هذه الخطوة اللي دار المغرب بإطلاق جوج أقمار صناعية بقدرات محلية كتعتبر إنجاز كبير، ولو قدرنا نركزوا على تطوير الأقمار النانومترية فيقدر المغرب يستافد من فرص اقتصادية وعلمية عملاقة في المستقبل. وكإشارة أخرى، إلى جانب تصنيعنا لهذه الأقمار وإطلاقها، المغرب قريب يعلن على صفقة أقمار صناعية عسكرية غتشكل إضافة لقواتنا الاستخباراتية، وهذا الشيء اللي غنشوفه في الأيام القادمة إن شاء الله. هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لو عندكم أي إضافة أو تعقيب خلوا لنا آراءكم وأفكاركم في التعليقات. ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات، ما تبخلوش علينا بدعمكم. في الأخير، السلام عليكم.